السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ايه؟ النهارده جايين كده بفيديو جديد ووصفة حلوة جدا جدا جدا. والنهارده كمان في مناسبة حلوة، النهارده أول يوم في رجب. كل سنة وانتم طيبين، يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا بمناسبه رمضان خلاص قرب اهو. فاضل خلاص بقى هو رجب وشعبان وبعد كده رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب كلنا، لا فاقدين ولا مفقودين. ربنا يتقبل مننا يا رب صالح الاعمال انا وانتم. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه راس السنه الميلاديه. احب بقى اقول لكم ايه، النهارده هنعمل كده فيديو خفيف كده ولذيذ بمناسبه بقى ان احنا اول يوم رجب واحنا صايمين. ربنا يتقبل مننا يا رب ومنكم صالح الاعمال. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل فرخه كده حلوه، هنعمل لها تتبيله كده حلوه وحشوه حلوه كده محترمه. الحشوه دي كانت مامتي الله يرحمها كانت بتعملها لنا للفراخ، وكانت بتبقى حلوه جدا جدا بتطعم الفرخه، وبتحسي كده ان انت تاكلي حاجه حلوه قوي. وهنعمل شويه محشي، بس انا طبعا مش هجيب بقى معاكم المحشي، انا هجيب لكم في الاخر كده عشان انا عملته معاكم قبل كده مرتين. فهنعمل بقى شويه محشي حلوين كده يدفونا، وشويه شوربه لسان عصفور مع حته فرخه كده حلوه عشان احنا طبعا صايمين. فيلا بقى نبتدي بقى مع بعضنا الفيديو نشوف هنحط ايه وهنعمل ايه. اول حاجه كده نصلي على النبي ونقول عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. انا معايا ايه؟ معايا دي فرخه بلدي اهي، كيلو ونص. ده ديك، انا بحب اجيب الديوك، ما بحبش اجيب الفراخ اللي هي الايه، اللي هي بتبقى الفرخه يعني. بحب اجيب الديك. بصوا بتبقى الفرخه اهي معايا، او الديك معايا كيلو ونص. معايا بقى الحشوه اللي انا هعملها للفرخه بتاعتي، هركن بس كده الفرخه على جنب. بصوا بقى معايا الحشوه بتاعتي ايه. دي معايا طماطميه كبيره مقطعاها كده مكعبات صغيره، ومعايا بصلايه كبيره شويه في الكبه ضربها كده ومنعماها. هنزل بقى ايه بالبصل بتاعي كده، هنزل بالبصل بتاعي كله كده على الايه، على الطماطم. بصوا الحشوه دي بتبقى حلوه جدا جدا للفراخ، بتطعمها وبتخليها ايه، مميزه كده. ناخد بس البصل كله كده اللي في الكبه، وهننزل عليه بمعلقه كبيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه من الملح صغيره كده بس مليانه شويه عشان نطعم الحشو بتاعنا. وهنزل بمعلقه من الماجي البودر صغيره بس برضو ايه مليانه كده شويه. وهقلب بقى الخليط بتاعي ده. بصوا الحشوه دي بتخلي الفرخه في حته تانية كده خالص، ولما بتيجي تاكلي الفرخه بقى وتلاقيها في قلب الفرخه وتاكليها مع حته الفرخه وحبه الرز، يا خروبي مش قادره اقول لكم بتبقى عامله ازاي. المهم ان احنا ندعك كده كويس قوي. انا عايزه البصل ينزل كل العصاره بتاعته اهو. انا بس مش عايزه ادعك بايدي البصل عشان ايدي فيها حساسيه، فمش هتضايقني يعني اهو. بصوا هنسيبه كده ايه من دقيقتين كده ينزل ميته، وهنروح مع بعض بقى نحشي الايه الفرخه بتاعتنا. بصوا بقى معايا الايه الفرخه بتاعتي اهي، مغسوله كويس جدا ومنضفاها وفاتحه كده بين الايه، بين الجلد زي ما انتم شايفين. هاخد كده من الحشوه حبه كده حلوين واحشي بين الايه، بين الجلد. احشي الفرخه كده بين الجلد وايه، واخليها تبقى مليانه كده حشو. بصوا اهي. وهحشي برضو البطن بتاعتها اهي كده. اخد بقى ايه الخلطه دي كلها كده ادخلها جوه ايه، بطن الفرخه بتاعتي. ولو لقيت في حته فيها مش واصل لها حشو ايه، اديها حشو كده وادلكها. احشيها كده من بره. بصوا اهي. المهم ان انت هتعملي للفرخه كلها كده ايه بالخلطه دي مساج كده حلو، وهتسيبيها ايه في التتبيله بتاعتها دي شويه. وهنلم بقى معانا ايه القناصه اهي، ندخلها جوه بطنها كده، والكبده بتاعتها اهي. كل بقى اللي في الصينيه نحطه ايه في قلبها كده. وهنسيبها بقى ايه كده شويه بالحشوه بتاعتها الجميله دي،
تتبل على بال الميه بتاعتي ما تغلي. وهنروح بقى نشوف هنغلي الميه بتاعتنا بقى هنحط فيها ايه عشان نعمل الشوربه بتاعتنا. بصوا قبل ما نروح بس كده نحط الميه بتاعتنا هكتف الفرخه بتاعتي كده. بصوا هاخد الورك ده من هنا كده، معلش كده هي بتبقى رخمه شويه عشان عظمها بيبقى ناشف. هدخلها كده اهي، وهجيب الورك الناحيه التانية هدخله من تحت الورك بقى اللي احنا مدخلينه ده اهو. عندي مشكله في اعصاب ايدي فما بقدرش اتحكم في حاجه تقيله. بصوا كتفناها كده اهو اهي. بصوا شايفين اي حاجه بقى في الحشوه مش هتطلع مننا، وهتبقى محتفظه بالعصاره بتاعتها جواها وهتبقى حلوه. بصوا كتفت تكتيفه حلوه اهي. هروح بقى دلوقتي نحط الميه بتاعتنا تغلي على بال الميه ما تغلي، وهنشوف بقى هنحط فيها ايه دلوقتي بقى يا حبايبي. بصوا معايا الحله بتاعتي اهي بتغلي الميه، لسه ما غليتش، داخله في الغليان اهو. بصوا معايا ايه بقى، معايا دوت جزرايه كده صغيره وطماطميه واحده، بتخلي الشوربه تحفه تحفه كده بجد. ولو عندك بقى يا سلام بقى لو عندك كرفس، بس انا ما عنديش. انا دايما بيبقى عندي كرفس بشيله في الفريزر بس خلص اللي انا كنت شايلاه، او كرفس فريش. بتحطي كده عود منها على الشوربه بيخلي الشوربه تحفه. اي طيور حطي لها كرفس والجزر والطماطميه بيخلوا الشوربه جايبه اخر ريحتها، جايبه اخر الدنيا. بصوا بقى معايا معايا هنا ده مكعب ماجي اهو، ومعايا ورقتين 3 كده من اللورة، و3 فصوص حبهان، و3 فصوص كوبي باسيني، وفص واحد اهو، وقرنفل. ماشي، بيخلوا الشوربه في منتهى الجمال، ريحتها بتبقى جايبه اخر الدنيا. وهحط ايه كمان، هحط معايا فلفل اسود، معلقه من الفلفل الاسود كده صغيره. وهحط الملح بتاعي، هملح الشوربه عادي جدا لان الفراخ معايا بلدي وصغيره فما بتاخدش سوا، فمش هتتاثر يعني. لو هي عتاقب كبيره ما بتحطيش الملح خالص غير في الاخر. هسيب بقى الشوربه تاخد وتدي كده وتغلي غلوتين 3 كده بالحاجات اللي انا حطيتها ديت، التوابل والخضار اللي انا حطيته فيها ده، عشان انا عايزه كل المنكهات اللي انا حطيتها دي تطلع ريحتها كده معايا مع الشوربه قبل ما احط الفرخه بتاعتي. وهرجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايبي معايا الشوربه بتاعتي اهي خلاص غليت. بصوا هنزل بقى بالفرخه بتاعتي اهي. بصوا اهي شايفين، هنزل بقى بيها كده، بس هنزل بالفرخه بتاعتي هنزل بيها على بطنها، على الصدر بتاعها كده اهو، عشان الصدر طبعا بيبقى بياخد سوا اكتر من الناحيه اللي هي بتاعت الظهر دي. فاحنا بننزل الاول بيها على الصدر ونسيبها تغلي كده لمده 10 دقايق، وبعد كده بنقلبها على الناحيه التانية. وانا كده خلاص مش هحط اي حاجه بقى فيها خلاص غير لما تستوي. هدوق بس الشوربه بتاعتي اذا كانت محتاجه ملح ولا لا، واظبط الملح بتاعي لان انا كده حطيت ملح معاكم في الاول. هسيبها بقى لحد ما تستوي خالص وهوريها لكم بقى ونشوف هنعملها ازاي. دلوقتي هنحط لها خلطه كده حلوه هتخليها جميله قوي في التحمير. بصوا بقى يا حبايبي معايا الفرخه بتاعتي، بصوا الشوربه عامله ازاي حلوه جدا، ريحتها قلب الدنيا. هطلعها بقى دلوقتي كده، هحمرها لا اما هعمل لها خلطه كده حلوه، مش عارفه لسه هعملها ازاي، بس هعملها معاكم برده دلوقتي. هشوف كده هعمل لها وهحمرها ولا هدخلها الفرن، وهبقى هعملها معاكم دلوقتي. بصوا بقى يا حبايبي معايا الفرخه بتاعتي اهي، وبصوا بقى عملت لها خلطه كده حلوه هدخلها الفرن تتحمر كده تحت الشوايه. دي الطماطمايه اللي كانت في الشوربه، طعمها بيبقى تحفه، بتخلي الفراخ في حته تانية خالص. بصوا انا خدتها هرستها كده، وطبعا شلت منها القشر، وحطيت عليها معلقه زيت، وحطيت عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود، بس بتهرسوها كده. وهجيب الفرخه بتاعتي وادهن كده بيها. بصوا بتخلي الفراخ حلوه قوي وبتطعمها وبتخليها في منتهى الجمال. لو انت مش عندك صلصه او مش عندك كاتشب ممكن تعملي زي ما انا ما عملت كده دلوقتي، عشان انا ما عنديش صلصه. وكان حد كان قال لي عليها، كانت مامه زميلتي كانت قالت لي عليها، فربنا يبارك لها يا رب. من ساعه ما عملتها هي بصراحه ست طباخه وبيطلع من ايديها كل حاجه حلوه، ربنا يحسن ما بين ايديها يا رب. فكانت قايله لي على الوصفه دي، فانا لما جربتها وخدت الطماطميه اللي انا بحطها في الشوربه وعملت بيها الفراخ، بصوا خلت الفراخ في حته تانية بجد. طعم الفراخ بالجلد كده باللحم بتاعها مع الخلطه اللي انا عملتها دي بتخلي الفراخ حلوه قوي وبتطعمها وبتخلي شكلها جميل قوي. بصوا بقت عامله ازاي اهي معايا، بصوا شايفين
هاخد بقى كده الفرخه بتاعتي وادخلها الفرن تحت الشوايه تتحمر، وهوريها لكم بقى لما تطلع. ودلوقتي بقى يا حبايبي بصوا الفرخه بتاعتي خدت لون تحفه، بصوا عامله ازاي. ودي بقى صينيه المحشي بتاعتنا النهارده بتاعت الفطار بتاعنا. بصوا المحشي عامل ازاي، ومعانا شويه صنع عصفور حلوين سخنين كده يدفوا، والمحشي كده ناكله كده يدفينا في الجو الساقع اللي احنا فيه ده. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو لو عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوا الفراخ بالطريقه دي، هتعجبكم جدا جدا جدا. طريقتها حلوه قوي وخفيفه ولذيذه كده. بصوا واخده لون تحفه من كل الجوانب بتاعتها، وطعم الجلد بتاعها بيبقى حلو قوي لما تيجي تاكليه كده مع حته اللحمه. وبصوا بقى المحشي عامل ازاي في منتهى الجمال، حبه كرنب كده على كام كوسايه على كام فلفلايه كده وبتنجان معاهم. قولوا لي ايه رايكم بقى في الفيديو لو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. واسيبكم في رعايه الله واقول لكم مع السلامه، وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم. مع السلامه.